تشافي ألونسو يحسم الجدل حول مستقبل رودريغو مع ريال مدريد. أكد تشافي ألونسو مدرب ريال مدريد أن اللاعب البرازيلي رودريغو لن يغادر النادي الملكي هذا الصيف، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب مباراة فريقه ضد الهلال في كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل 1-1. صعوبات واهتمام الأندية. مر رودريغو بموسم صعب، حيث فقد مكانه الأساسي في التشكيلة خلال المراحل الأخيرة من الدوري الإسباني، مما أثار تكهنات حول مستقبله. فتح هذا الوضع الباب أمام أندية مثل أرسنال لمتابعة وضعه عن كثب وإبداء اهتمامها بضمه. ريال مدريد يحدد سعره. على الرغم من التقارير التي أشارت إلى انفتاح رودريغو على فكرة الرحيل، فإن ريال مدريد لن يسمح بذلك إلا مقابل مقابلة مادي كبير. تشير وسائل إعلام إسبانية إلى أن النادي سيطلب حوالي 90 مليون يورو للموافقة على رحيله، وهو مبلغ قد يشكل تحدياً لقدرة أرسنال المالية. دعم المدرب وثقة اللاعب. خلال المؤتمر الصحفي تطرق ألونسو إلى وضع رودريغو قائلاً: أعرف ما حدث في المرحلة الأخيرة من الدوري، لم يكن الأمر سهلاً عليه. لقد أخذ بعض الوقت ليفرغ ذهنه، وأرى أنه يريد الاستمتاع مرة أخرى والمساهمة في الفريق. ألمح رودريغو نفسه إلى ارتياحه في النادي من خلال صور نشرها على إنستغرام مع تعليق سعيد، مما يوحي بأنه يشعر بالراحة والاستقرار تحت قيادة مدربه الجديد.